بدل ما تشتري منتج لكل مشكلة، تعرفي ان في مادة واحدة بس بتعالج لك كذا مشكلة مع بعض. بتنظم الافرازات فبتصغر المسام، وبتعالج الحبوب، وبتقلل الالتهابات، وكمان بترطب وبتفتح مع مواد التفتيح. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. المادة دي هي النايسيناميد. في الفيديو ده هقولك تستخدميها ازاي وامتى، وما تنفعش مع ايه، وايه احسن السيرامات اللي ممكن تشتريها. بس لازم تستخدميها في الوقت الصح عشان تعرفي تستفيدي منها. تستخدميها الصبح على بشرة مندية بعد ما تستخدمي الغسول بتاعك والتونر لو بتستخدميه، وبعدين هترطبي بعديها بالمرطب بتاعك. بس لو استخدمتيها غلط هتبهدل بشرتك، فلو قررتي تستخدميها لأول مرة لازم تجيبي أقل تركيز موجود وهو 5%. طبعا بعد ما تعملي تست الحساسية، وهو إنك هتجيبي نقطة وتحطيها على الدقن هنا زيي، وبعدين هتوزعيها وتستني يومين. لو حصل التهاب واحمرار يبقى عندك حساسية من المادة دي وما تستخدميهاش. طب لو ما حصلش اي التهاب او احمرار، هتدخليها بالتدريج زي ما قلت لك، ليله وليله لا، لغايه ما تستخدميها كل يوم عادي. بعدين اما تخلصي علبه ال5%، هتزودي تركيز النايسيناميد ل10%، وهتستخدميها الصبح على بشره منديه، وبعديها المرطب بتاعك زي ما قلت لك. لازم بقى تعرفي ايه المواد اللي النايسيناميد ما ينفعش يتخلط معاها عشان ما تتفاجئيش باي حبوب او التهابات او احمرار في بشرتك، عشان هي ماده حساسه جدا وباللمسه. ما ينفعش ابدا تحطي سيرم نايسيناميد وبعديه على طول اي حمض مقشر او اي ريتينويد زي الاكريتين، او سيرم فيتامين سي، او كورتيزون زي الميبو. يعني ما استخدمش ابدا اي ماده من المواد دي لو بستخدم النايسيناميد. انا ما قلتش كده، بس بما انك هتستخدمي النايسيناميد الصبح يبقى ممكن تستخدمي اي ماده من المواد دي بالليل. المهم يبقى فيه فرق ساعات محترم بين النايسيناميد واي ماده من المواد دي. بس كده في مواد منهم اصلا بتستخدميهم بس مرتين في الاسبوع، زي الاحماض المقشره والريتينويد. والسؤال المهم، ايه احسن سيرامات النايسيناميد اللي ممكن تشتريها؟ ديرماتان بس ده 5%، او ايفا ده نايسيناميد 10%، او فلوريش، او نوت بوتانيكالز، او سي لايت برضو كويس. قوليلي بقى في الكومنتس لو في ماده سمعتي عنها عجبتك بس خايفه تجربيها. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.